بقى معايا 3785. السيستم ده هو اللي بيخليني انجزت 26 رحله في 8 ساعات. ايه العبط ده؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بتكون دايما خير ورزق. النهارده ان شاء الله اخر يوم في سلسله اوبر. النهارده المفروض اليوم الرابع اللي هاخد فيه 750 جنيه، وفي رحلتين لو عملتهم هاخد 75 جنيه، بس مش عارف اعملهم ولا لا، لان انا نازل الساعه 10 ومطلوب مني ان انا اعمل 11 رحله. لو عملت 9 هاخد 750 جنيه، ولو عملت كمان 2 هاخد 75 جنيه. فان شاء الله لو حققت الكلام ده النهارده هبقى انا عامل مبلغ كبير جدا، هعرفه لكم في اخر الفيديو وهنشوفه مع بعض. فهننزل النهارده بقى نشوف المواقف والاحداث وهنشوف اليوم كان ماشي ازاي وعرفت احقق فعلا التارجت ولا لا. فمش عايز اكد عليك يا صديقي واقول لك كمل الفيديو للاخر، ويا ريت تعمل لي لايك وتكتب لي كومنت، ولو انت مش مشترك اشترك عشان تستفاد من الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اتمنى لك مشاهده ممتعه ويلا بينا. يا صباح الفل، عاملين ايه يا اخواتي؟ طبعا الناس اللي ما شافتش الحلقه بتاعت اوبر الحلقه اللي فاتت لازم تشوفها عشان دي تكمله الحلقه. طب الصلاة على النبي، النهارده معانا بونص يومي 75 جنيه، ده بداية البونص اليومي. بعد كده في رحلتين بعديهم هيبقى 95 45، وبعدين 3 رحلات ب 45. بس المشكلة ان البونص اليومي ده هيخلص الساعة 2، والساعة نازل اصلا النهارده متأخر الساعة 9 وثلث. معايا 8 نقاط عامل لحد النهارده، والنهارده كده اخر يوم، عامل لحد النهارده 2600 جنيه توتال، وفاضل لي 8 رحلات باذن الله نخلصهم. فنتوكل على الله. معايا 8 نقاط، يعني هقدر اشوف اللوكيشن حوالي 4 مرات. فنسمي الله. واحد جنبي رايح دقي دقي، ماشي ماشي. انت فين بقى؟ بس انت مشكلتك ان انت بعيد قوي كده، ضيعنا نقطة. بقى معايا كام نقطة؟ 8. هتنزل واحدة دلوقتي. حلو ده، ماشي. هو في اول عرابي عليه ريت 60%. هحطلكوا اهو الريت اهو، العلامة اللي هي الصاعق دوت. اي رقم من بعد الواحد هيبقى 60، لو 2 بدل واحد هيبقى الضعف. على بعد 8 كيلو، هو جنب الكيلو ونص. الله المستعان. اسمه عبد الرحمن. اول حاجة اول ما اخد اول رحلة ما تنساش تقفل الطلبات، بقى كده نتوكل على الله. العميل لغى، ماشي. هنا هتزيد لي نقطة على فكرة عشان العميل هو اللي لغى. ماشي، ناخده ونروح بيه مدينة نصر. طبعا بص، عشان ما ننساش نقفل الطلبات. هقول لك ليه بقى بنقفل الطلبات. بتضايق قوي من اللي بيتصل، يعني خصوصا لو انا كنسلت بترن عليا تاني ليه. فانا اوبر عشان ما تسوحش فيها، فانا يعني ماشي بسيستم. السيستم ده هو اللي بيخليني انجزت 26 رحله في 8 ساعات. الناس بعتولي على الواتس قالوا لي انت اكيد اشتغلت 12 ساعه. لما قلت لهم 8 قالوا لي طب وانت ما كانش فيه حاجه فيك او الكلام ده؟ قلت لهم والله يا جدعان ماليش انا في الكلام دوت، لانه حرام برضه. فهم مستغربين ازاي. فانا برضه ما عرفتش اكمل لك الحلقه الاولى تكون كامله، والحلقه الثانيه بس ربنا يسهل عشان انا معايا في المساحه حوالي 4 ساعات ونص. ان شاء الله هحاول يعني ايه اريح اوفر الطاقه شويه، لاني دخلت على بونص اوبر وانا مش مستعد كمساحه للاسف. كنت هعمل لكم 4 حلقات نار والله، بس المهم ان انتوا تاخدوا المفيد. اوعى القصر. المهم ان انا اقول لكم المفيد، ومش مهم انا بقى ايه نعمل 4 حلقات نعمل حلقتين، مش مهم. المهم ان احنا نوصل الرساله
اللي تخلي الكباتن ما تتعبش او يعني ما تبذلش مجهود بسيط. فلا احنا نبذل مجهود على ناتج اعلى ان شاء الله. يعني خليك فاكر دايما انا شغال على كذا مبدأ. اول حاجه هاخد اقل حاجه او هاخد اللي قريب مني ادام كده كده مفيش لوكيشن. ده اللي احنا قلنا برضه الحلقه اللي فاتت. يا اما بروح في حته واسعه كبيره كده زي مدينه نصر مثلا وبعمل واجهه هناك واقعد اخد عليها رحلات. ممكن اخد 5 رحلات 6 رحلات انا ورزقي لحد ما اول واجهه تروح يبقى معاك واجهه ثانيه. ده كله هيربي لك في نقاط. احنا كده وصلنا. هتمد يا عم احمد، يعني انت جايبني مد وانت هتجيلي بتدنجل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله كبير خلاص على كده مدينه نصر. توكل على الله. ايه؟ خدها سواح. عايز ناخدها من عرابي ولا ناخدها سواح؟ لا خدها سواح. بس هو كان جايب لي عرابي فانا قلت ايه اللي هيرجعني تاني لا كده 70 جنيه. ماشي يا غالي. حلو والله المشوار ب 70 جنيه كويس جدا. من الحاجات برضو اللي انا عايز اقول عليها ان اوبر انا بلاحظ ان تسعيرتها مثلا ايه 5 جنيه ونص 5 جنيه وربع الكلام ده. فالتسعيره بقت كويسه. ده مع البونص ده مع الانتظار. فلا جامد جامد والله. في رحلات انا بحسها قليله وفي رحلات بحسها حلوه. بس تفرق هنا بقى على حسب البونص اللي هتشتغل عليه. صراحه السلام انا كنت باجي الساعه 12 والكلام ده كان بيبقى جامد او بدايه من 11. دلوقتي بقى لسه الساعه 10 مش عارفين الدنيا فيها تبقى عامله ازاي. على بعد 4 كيلو انا هروح لك 4 كيلو عشان اوديك. طب كنسل ده شوف واحد تاني. معايا 6 نقاط يعني معايا محاولتين اشوف فيهم اللوكيشن. لا التجمع ايه صباح الفل. اعذرني كده فاضل لي نقطة. تعالى بصراحة في الحتة دي مش عايز اضيع اللوكيشن مني. انا الايام اللي فاتت كلها ما ابتديتش كده. انا يعني خدت مدينة نصر. طبعا مدينة نصر حلوة انا بنصح بيها في اوبر اهو بس مش الصبح برضو قوي. انا بحب الف لي كده اللفة اللي هو مثلا ايه دق مهندسين وسط البلد شارع شبرا زاوية تلعب في الحدايق تلاقي نفسك الساعة بقت 12 ولا حاجة او من بداية كده من 11 مثلا تخبط بقى ايه مصر الجديدة مدينة نصر. اعمل وجهة في مدينة نصر انت اصلا رايح وانت على 8 رحلات مثلا 5 رحلات 7 رحلات. ويستحسن يعني بالنسبة لي في اوبر برضو اشتغل الصبح عشان تاخد تسعيرة حلوة مع البونص تظبط معاك في الاخر تظبط معاك الدنيا. ده غير طبعا ان الصبح ده بيديك فرصة ان انت تقدر تشتغل تقدر تحقق البونص تقدر تيجي على نفسك شوية. الله المستعان. عاملين تحت الكوبري اهو. عارف انت يعني جيت في قلب الزحمة. السلام عليكم. اسماعيل صح؟ احنا نطلع الكوبري وننزل على العباسية. ماشي. هي دي. الحمد لله على السلامة.
حلوة شوية. برضه جاي علينا بخسارة، بس ماشي نعمل ايه طيب. طبعا بقى يقعد يجيب لي عباسية ويلففني حتة فيها دول الأول. حلو ده ومشوار صغير. انا عامه بروح للعميل لما يكون جنب بكيلو و2 كيلو على حسب المنطقه. يعني مثلا ايه ده مثلا 2 كيلو مثلا في 4 دقايق، ففي 2 كيلو هتلاقيه ياخد 10 دقايق. قلت لي ولا ما قلتليش؟ الو السلام عليكم يا غالي. وانا كده عندك الناحيه الثانيه. يا ريت، لان انا كنت جاي من عندك وعندك زحمه جامده قوي، سواء في النزله او انا عشان الف لك او عشان اخد الكوبري تاني. مفيش مشكله. ماشي. انا عندي سلم الكوبري بالظبط. يعني انت هتنزل من السلم هتلاقيني في وشك. ماشي يا غالي، سلام سلام. خد بالك برضه دي من مميزات اوبر، عشان كده لما قلت لك في بدايه الحلقه ايه، انها ربة العميل. لاني والله انا هفضل واقف في نقطه زي التاني، انا فرضت عليه انه يجي محطه وركب اجره وبتاع، لانه هيخسر زي ده. يعني ده لو اتعصب مثلا هيعمل لي ايه؟ يعني هيكنسل؟ طب خليه يكنسل، هكسب اكتر ما هروح. فاهمني؟ هكسب اكتر ما هروح. انا ممكن اروح ب 20 جنيه لو كنسل هاخد 25 جنيه. ايه يا باشا؟ تاني مرة تحصل برضو الموقف ده. ايه؟ تاني مرة يحصل الموقف ده معايا. العميل اللي تقريبا بيبقى واقف الناحية التانية، لما بيجي يحدد لوكيشن بتيجي هنا. انا واقف جنب السلم انا اصلا. امم بكون راكب من عند بيتنا واقف جنب السلم، خطوه كده شوف بره. تبقى انت في الامان. ابقى انا ماسك الجنبين. ابقى انا عشان بس يا عيني ما اصل هو هيلف ازاي، هيطير. هو معاه مكنه مش هيعرف يتحرك. ربنا يستر كده. تعرف هنا. الحمد لله على السلامة، شكرا لله. ربنا يستر. انا وانت يا رب. كده يبقى فيزا. ماشي. المعظم هنا هيكون مصر الجديدة او مدينة نصر. كده معايا 7 نقط، يعني ليه اشوف اللوكيشن 3 مرات. المشوار اخر مشوار كان ب 31 جنيه 21 جنيه. تمام. طبعا ده ما طلعلكش التسعيره هنا اعرف انها فيزا كده كده، لكن لو طلع لك تسعيره هنا اعرف ان ده لا نقدي. غالبا هيجي لي حد من الزاويه. اوه، ده رايح فين ده؟ رايح المقطم. سلامات يا مقطم. ماشي. قصر النيل اخد ده. اخد قصر النيل، مشوار كبير. فاحنا زي ما قلنا لازم ناخد مشاوير كبيره برضه مع مشاوير صغيره، خصوصا انت في وقت الذروه. يعني خد مشوار كبير. هو ده طبعا عليه 20%. نقفل تعالى. كنت عملت 8 رحلات، نزلت بعدها كده كنت عملت 6 رحلات. بعد كده نزلت عملت رحلتين او 3، ظبطتها لحد 9. قلت تاني يوم لازم نبص اقتل نفسي، عملت 26 رحله.
امبارح عامل 17 رحله، لو كان في امكاني ان انا اخلصهم والله، يعني معايا 9 رحلات كان في امكاني ان انا اخلصهم، بس ما رضيتش، قلت عشان اصورها لكم، لان انا اشتغلت اليومين اللي فاتوا من غير كاميرا، معيش مساحه. فقلت لا، اسيب ال9 رحلات دولت عشان خاطر اصورهم ونتكلم مع بعض ونقول عملنا ايه وكملنا الشغل ازاي وبأني طريقه. يا ريت وانتوا قاعدين كده ايه تذكروا الله، ما تخلوش علينا باللايك، لو مش مشترك اشترك عشان يوصل لك كل جديد وما يفوتكش حاجه من اللي احنا بنقوله. شكرا لله، الحمد لله على السلامة. ده قناة تحصيل 54. شكرا لله، ماشي يا مدير، تسلم. وقفنا بتاع 4-5 دقايق. بص بقى، انا اطلع قدام واخد شمال شارع عماد الدين ونطلع ناحية رمسيس، لان انا مش عايز اقرب من ناحية العتبة اصلا والكلام ده. رايح شارع، انت جنبي مني بس الكود دي ايه بس. ماشي حلو. وقف تعالى. هو الشارع ريحته حلوة ليه؟ مش شامين مية، ترمين مية فيها ريحة حلوة، يعني غاسلين الشارع بمية فيها ريحة حلوة. عمار عمار يا مصر. يا ولي النعم، الشارع ريحتها حلوة. ألغيت الرحلة ليه؟ ده أنا كنت وصلت لك. طيب أنا كده هتتحسب لي نقطة، مفيش مشكلة. خدنا واحد أهو، يسهل الحال يا رب. ده مني بكيلو وهيروح كود بيه، يعني متهيألي برضه هيروح كيلو يعني ولا 2 كيلو. اسمه ونس. مش عارف ليه الدنيا كده مش ناشطه النهارده زي الايام اللي فاتت، ولكن هي شغاله برضه، بس انا اللي مستعجل عشان انا هاخد البونص اليومي. هي هتكون 5 رحله معايا، هيكون فاضل لي 6 رحلات. مش عارف هلحق ولا لا. هو كده البونص اليومي 75 جنيه. الله المستعان، احنا برضه شغالين. وفاضل على البونص اللي هو 750 جنيه، فاضل عليه كده يعني لما هاخد ده هيبقى فاضل عليه 9، هيبقى فاضل عليه 4 رحلات. يا غالي خش في يمين. جدع كده يا انس. انا عمال اقول يا رب. عاملين كمين النهارده تحت كوبري غمره جميل جدا. انا عمال اقول يا رب العميل يكون حافظ الحته من ورا احسن ما امشي من العمومي. الحمد لله على السلامة. فيزا؟ تمام يا عم انس، حبيبي يا مدير. تعالى نحط بنزين.
السلام عليكم. بس انا بعدت عن رمسيس جنب الشرابيه، قلت اخش الشرابيه واقفل اللوكيشن. تخيل بقى لو شغلت اللوكيشن وجاب لي واحد في الحته اللي انا هربان منها اصلا. ازاي على بعد 3 دقايق واقل من نص كيلو؟ انا حاسس ان هو بعيد قوي. السكاكيني ورايح شارع شبرا. هو ده اللي انا قلت، بس هروح شارع شبرا، بس المشكله انا رايح ميدان السكاكيني. شارع شبرا حلو. الرحلات اللي انا باخدها دي يعني انا كل ما احاول اظبط اليوم، الرحلات دي بتبوظهولي تاني، بس انا بلاقيه مشوار صغير فبستغل ان هو صغير. انا برضو مش هضيع برضو يعني ايه نقطة من عندي وكنسلها. هو اصلا صغير، انا حتى اخلي النقطة دي تديها في حاجة كبيرة. هو اللي لابس ابيض ده عبده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام مش مشكلة. وايه العبط ده؟ بيتخانقوا ولا ايه؟ بيتخانقوا؟ بقول لك بيتخانقوا؟ يا عم التاكسي كان هيروح في النص. تمام، يعني نص كل دوت برضه 10 ثواني 5 ثواني. ده دخلوا في بعض ورامينا على بعض بص 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 يا ولاد الوسخه ده، لا ده حوار. لا انت ما شفتش اللي حصل عشان ما كنتش واخد بالك. ادي كوبري الليمون. ده كده اول شبرا مصر. ده الشارع ده شارع شبرا مصر، ودي الترعه البولائيه، ده الموازي لشبرا مصر. ومن هنا تاخد احمد حلمي، طريق احمد حلمي. لا احنا العباسيه بعيده الناحيه الثانيه. ماشي نقف على جنب اهو. الناحيه الثانيه براحتك براحتك. 10 جنيه. معاك خصم ولا ايه؟ ماشي يا مدير. تسلم بقولك شكرا. الراجل السهل ال 10 جنيه صعبت عليه راح مديني 20 جنيه. الله يخرب بيتك يا اوبر، ضحكت الناس علينا. الراجل اتصدم قال لي 10 جنيه ازاي؟ قال لي خد يا عم. يا نهار ابيض للدرجه دي. بس انا كنت بشوف قالت السعيره 15 10 جنيه اول مره اشوفها، بس هو تلاقيه معاه خصم بقى ليه فلوس الله اعلم. ماشي معانا 8 نقط. حلو ده. افتح ورينا. ماشي حلو ده. نروح بيه امبابة وبقى نقفل. جنب مني بدقيقتين. كنت فين من بدري؟ فين ده؟ ما احنا 3 4 نقط عمالين نجمع فيهم الصبح. ساعة ونص ساعة 3 هعملهم والله. هعملهم بس على حسب بقى الرحلات اللي تجيلي. يعني انا في امبابة مثلا لو جالي مهندسين حلو، لو لفوني شوية مهندسين للدقي والكلام ده يبقى جامد.
ايوه انا عارف انت جاي هنا. جون صح؟ يلا يا باشا. جون مايك. يلا بينا. ايه؟ لا زي الفل زي الفل. الحمد لله على السلامة. سير المفروض 34. ماشي يا كبير. طب اعمل ايه يا جدعان؟ رايح شارع الجيش. مش هاخده. ربنا يستر بقى على اللي جاي. ده ايه داخل شارع الجيش من جوه. على حاجة اقفل احسن. اقفل 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 اقفل. انا ببعد عن الزحمة، ببعد عنها. ده عايز يروح يوديني العتبة. لا انزل شارع شبرا احسن، يا اما ابعد عن المربع ده. طب وليه صح؟ طب ما انا اعمل واجهة شارع شبرا، خليها الزاوية مثلا. ماشي تعالى. حلو ده، حلو. الحمد لله كده زودنا كمان نقطة، بقى معانا نقطتين. نشوف بيهم اللوكيشن. كنت انا هنا وصلت عشان اعرفها. معلش انا اسف يا لو غالي اتأخرت عليك. لا لا ولا يهمك، تعالى. لكن مثلا فيها مثلا بتاعتنا ديت، لا بس ده ما شاء الله مع بيجيب سلطة. بيجيب مكان حلو قوي. هو خلاص، هو ده شغله وده مجاله ودي الفئة بتاعته اللي بيشتغل عليها. وبعدين بيجيب حاجات ما ينفعش احنا نمشي بيها. خد بالك كل حاجة. GTR 7 ده والكawasaki، هو كيف كawasaki أنا قوي. صراحة ما بحبش أبص على الفئات دي خالص ولا أتفرج عليها حتى. ليه بقى؟ حاجات عالية وفوق، يعني أنا هتفرج عليها أعمل بيها إيه؟ انا بعشق الريس. ما هو أنا بعشقه، بس بس انت الناتج بتبقى إيه؟ عامل زي الجعان اللي مش عايز يبص على اي اكل عشان ما يفتحش نفسه. مثلا يعني أنا الناتج النهائي إيه؟ أنا أقعد أذل نفسي وخلاص. خلينا في الفئة الاقتصادية بس دي بتاعتنا. بتحلم يا عم. خلينا في الفئة الاقتصادية بتاعتنا، وده اللي بننصح بيه دايما. قيمة مقابل سعر. يعني انت مثلا لما تقول لك انا مثلا عايز حاجة مثلا ب 60,000 70,000 80,000 90,000 معاك لحد مثلا 100,000، هجيب لك يعني اقول لك ايه احسن حاجة في الفئة دي. ما هو في فئات كتير بنفس السعر. اقول لك ايه هي احسن حاجة وافضل حاجة، وهقول لك ليه. لان برضو الشركات كلها بتنافس بعض يعني. خلينا شمال. ماشي. تتمرن فين بقى؟ كنت بتمرن هنا في شارع شبرا، وبعد كده عشان انا بس من شبرا الخيمة بقيت بتمرن في شبرا الخيمة عندنا تحت. خلي بالك المعضل ده بيبقوا فاكرين ان جسمه ده بيبقى فشيخ، هو بيبقى معرض انه يتصاب اكتر من البني ادم العادي. عارف انت لعيبه الكوره لما بتلاقي ماسك كده حاجه وعمال يمط في العضله وهو يقعد يصرخ، هي دي اسمها عقده عضليه. لازم بتبقى الحته دي مكلكعه كده، لازم يفردها له عشان ما يقعدش يتصاب من اقل حاجه. صح. فعندي دايما الحتتين اللي دايما عملت انا الضلع ده اللي كان بيتصاب، بعد كده الضلع التاني هو اللي اتصاب. ما تعمل حجامه عليه. عملت حجامه قبل كده، كان عندي كتفي ده كان بيوجعني جدا في البنج. سبحان الله الحاجه الوحيده اللي ظبطتها لي الحجامه. انا عايز اقول لك ان انا معصب ايدي الشمال بس يعني. وكتفي الشمال ضعاف قوي. المهم يا اخويا وانا بجمع لقيت لك دراعي ده بيرجع لورا. يا نهار ابيض، دي لاويه بنت لذينه. راح عامل لي خلع. لاويه وحشه. الحمد لله. ربنا يستر عليك. كام يا اخويا؟ 30 خلي عنه خالص.
الله. حبيبي الله يعزك. السلام عليكم. نقول اي حاجه؟ السلام عليكم ورحمه الله. كده عاملين 8 رحلات. 8 رحلات يعني فاضل لي رحله واخد 750 جنيه هانت. فاضل لي 3 رحلات دلوقتي، فاضل فيه ساعه وربع. 3 رحلات دول تاخد 75 جنيه. برضه مش عارف لسه هنقدر نكمل ولا لا. اهم حاجه ناخد الرحله الاخيره. طب نلغي الواجهه، مش عايزها دلوقتي. كده كده معايا كمان واحده. تعالى تعالى من غير ما نشوف. قدام مني وهيروح ناحيه الزاويه. ده كده تاني رحله من على الواجهه، ولكن واجهه اوبر مش زي واجهه ديدي. يعني اوبر ما ياخدش منك الواجهه الاولى لحد ما تاخد عميل عند الواجهه بالظبط، او يعني جنبه كده ايه بتنتوفه. فبيفرق. ديدي لو انا بعيد عن مكان الواجهه ب5 كيلو وخدت واحد واجهه بيضيع عليك الواجهه. خلاص كده شكرا، انت خدتها يا باشا. انا ايوه مش تيشيرت اخضر ده. تيشيرت كرومبي اخضر. ده اسمه تيشيرت فيروزي. احنا بتوع زمان بقى العواجيز من زمان كنا بنقول عليه كرومبي. لا كرومبي دي انا عمري ما سمعت لون اسمه كرومبي. احنا بتوع زمان بقى. والاسم المسمى بتاع الصبغه اسمه تركواز. دوت اللي هو من الازرق خالص. بس دي درجات، يعني درجه منه خفيفه قريبه كده من فبيتقال عليه فيروزي. الممر هنا على طول. الحمد لله على السلامه. تسلم الله يخليك. كام حضرتك؟ 64. شكرا لله. وقت الانتظار بص عشان نشوف الاجره بقى. بص يا سيدي، هو حساب 64 في مشوار 6 كيلو. مش عارف ازاي يعني، بس ممكن يكون عليه فلوس ولا حاجه هنعرف. أجرة المشوار 9 يعني 60 جنيه. وقت الانتظار 4 جنيه. الاجمالي 64 جنيه. رايق. كده عرفنا احنا اهو واخدين اهو وقت انتظار اهو. هتدوس عليه كده تعرف كل التفاصيل بتاعتك. شكرا. فاضل ساعة، فاضل لي رحلتين. انا كده خلاص واخد خدت ال 745 جنيه. هوريها لكم بس انا مش عايز اضيع الواجهة. بص الواجهة لسه مستمرة معايا، بس مش هلاقي يعني هنا حد من الزاوية راح الزاوية. هنقف هنا على جنب ونلغي الواجهة. ماشي كده اهو. تعالى كده يا باشا. كده فاضل الرحلتين دولت على 75 جنيه. بص بقى معايا 1045 جنيه في 9 مشاوير، اللي هو البونص الشغل اليومي مع 750 جنيه. هنعرف نجيبهم ولا لأ؟ الله المستعان. بقى معايا 6. حلو حلو حلو. عايزين نلحق نصلي، بس احنا خلاص فاضل لنا رحلة بإذن الله. هاخده من الزاوية من مدينة النور اوديه شارع شبرا بإذن الله. ربع ساعة بإذن الله. هيكون لسه معانا حوالي يعني نقول نص ساعة. لو لحقنا فيها رحلة صغيرة هاخد 75 جنيه. يعني الرحلة الجاية ب 75 جنيه لوحدها. ده البونص غير طبعا الرحلة. كده وصلنا عند لطفي، وهو ده عم لطفي. السلام عليكم. ايوه ازيك يا عم لطفي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توكلنا على الله.
الحمد لله على السلامة يا عم لطفي. براحتك خالص. ماشي يا باشا. شكرا لله. براحتك. يا رب يا رب. فاضل لسه نص ساعة، فاضل 32 دقيقة. مين جاي؟ مين قال أنا؟ يا سلام يا سلام، الله أكبر. قدامي ب5 دقايق هوديه أول عندنا بقى الزاوية كده برضو عند مدينة النور، يعني عن ناحية الراجل اللي أنا جبته دوت، بس هو إيه أقرب كمان، يعني بإذن الله 10 دقايق. والله بص رزقك هتاخده. أنا قلت مستحيل أقدر هجيب ال75 جنيه دول، وان انا كده في 4 ساعات ونص كنت عامل 11 رحله. الايام اللي فاتت عملت اكتر من كده، ولكن برضو حتى اليوم ان انا مسترخمه، فالحمد لله عملت 11 رحله. برضو خد بالك، شفت انا استغليت ازاي الواجهه. لقيت نفسي خلاص اخر رحله راحت مني الخريطه هتروح، كنت انا ايه مشغل الواجهه وخدت عليها رحلتين ورفعت النقط بتاعت تاني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. راح موقف عبود ان شاء الله. هنا كده ولا فين؟ الحمد لله على السلامة. شكرا لله. هو كده كام؟ 38. شكرا لله. فاهم كلامي؟ المشوار ب35 جنيه. شكرا. معايا كده هيبقى معايا 9 نقط. نقف على جنب. هنا كده هيبقى 11 رحله اهو. بقى خلصت ال 11 كده، انا خلاص خدت ال 75 جنيه. بيقول لي اعمل كمان رحلتين وخد 45، بس خلاص مفيش وقت. خلاص ده هو فاضل قد ايه؟ فاضل ربع ساعه. بيقول لي اعمل رحلتين كمان تاخد 45 جنيه، ولو عملت كمان تاني بعديها 3 رحلات تاخد 45 جنيه. انا كده خلاص مش عايزهم اصلا. الحمد لله اتعشت ايه على كده. نعمل كده بقى. احنا كده بقى معانا 8 نقاط. حلو. عامل توتال البونص بالمشاوير بكل حاجه، وما عملتش البونص اليوم اللي هو اول يوم، وبقى معاه 3785. اول يوم اشتغلت فيه 4 ساعات او 4 ساعات ونص. هجيب لكم الاحصائيات كلها. تاني يوم اشتغلت 18 ساعه. تالت يوم اشتغلت 4 ساعات ونص. كده احنا عرفنا ازاي نشتغل اوبر، ازاي نقدر نعمل داخل في ال4000 في 4 ايام. استهلاك البنزين، استهلكت بنزين في ال4 ايام دولت 350 جنيه. يا عمي الزيت قول ب100 جنيه، استهلكت زيت قول ب100 جنيه، يعني قول توتال 450 جنيه، وانا كده حاطط بزياده. لو وصلت مع لحد هنا، نسال على النبي. الحمد لله اليوم النهارده خلص على خير، والنهارده الحمد لله حققت التارجت بتاعي، وعملت في ال4 ايام المبلغ دوت. ابدا ان انا مشيت عليه اللي علمته لك في الفيديو اللي فات وفي الفيديو دوت. والله سهل على الموضوع جامد جدا. عايز اقول لك اول يوم عملت 8 رحلات ومشيت لسبب ظرف ما، وتاني يوم عملت 27 رحله لما انا عرضت لكم البوست بتاعه، وكنت عامله في 8 ساعات ونص. كان واحد على الفيس بيقول لي انت اكيد اشتغلت 12 ساعه، وانا كنت شغال 8 ساعات ونص بالظبط. واليوم التالت عملت 17 رحله وكنت اقدر اكمل، بس قلت اخلي 9 رحلات او ال 11 رحله دولت لتاني يوم عشان اقدر اصوره وابعتها لكم. انا كان نفسي اصور ال4 ايام، ولكن الداتا ما كانتش سامحه معايا. فالحمد لله يا رب اكون استفدت. فما تنساش بقى صديقي تكون عملت لايك، ولو انت مش اشتركتش تكون اشترك. لو ليك اي استفسار تكتبوا لي في الكومنتات تحت. سيبكم في رعايه الله، بحبكم في الله. يلا سلام.